لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الافريقي معتز الزمزمي 7 حمزه الخضراوي 27 فهد المسماري 21 سلاح الغدامسي ناجح الفرجاني مالك بعيو مخلص شوشان ريان عنان. استقبل الرياضي بالمرسى هدف متوسط الميدان الشاب الساعد مران في ملعب الشادي زويتن. اليوم تغييرات في التشكيل. حمزه الخضراوي فهد المسماري بلي مرمى صبري بالحسن اول موسم شوط على اول كوره الى الجهه اليسرى خارج الميدان تلعب الكوره بالراس في مره اولى لليافرني الاولى وهذه كوره التوسيع محاوله التسديد اختيار الكوره لفريق النادي الافريقي الارتباك في مره اولى ثم حاضر دفاع النجم لكن ما زال الافريقي يسيطر وكوره داخل المنطقه في راس شوات كما قلنا في راس شوات يتقمص توزيعه من الجهه اليسرى في اتجاه فراس شوات في مره اولى ما يخش الكوره في راس شوات يتاوي ولا دفاع النجم في مرة ثانية. الحكم يقول ضربة زاوية للمحاولة الأخيرة وأولى الهجومات الساحلي تجربة في الإسماعيلي المحاولات لصالح النجم ودائما التوزيعات في المحور المتكون. صاع كرة في اتجاه فراس شوات في راس داخل منطقة 18 محاولة المرور التمهيد هذه كرة اختيار التصويبة وحارس المرمى يتألق في مرة أولى ثم كرة دائما لدفاع النجم يرفع والكرة بسرعة لفريق النجم من جديد التوسيع التمهيد فريق النجم بموسم إعارة من فريق الأهلي بالراس ترجع من دفاع النادي الافريقي في مرة بين للحارس النادي الافريقي الكرة في مناطق النجم الرياضي اليزيد من الجهة اليسرى حسام بن علي اللي انتقل ساعة مباشرة المدرب فوزي البنزرتي التدخل حسام بن علي ثم غيث الصغير وفهد المسماري بن علي وزع الكرة إلى حارس المرمى السودان الغدامسي المحاولة لسنغور وين كان موجود سنغور الأخيرة لفريق الإتوال الكرة في الزعلوني غيث الزعلوني خطير على مستوى المساندة الهجومية. ننتظر الأهداف نشوفوا غيث التوسيعة لكن الكرة من جديد إلى ضربة الركنية صغير يوزع الكرة على القائم الثاني ترجع من المسمين الخضراوي يوزع بلال والكرة إلى خارج عرضية ثم التوزيعة في اتجاه بلال يتميك اختيار كرة تسديدة وجه التوزيعة الأخيرة استعود الكرة لفريق النجم تقريبا 29 دقيقة هذه الكرة الأخيرة عادة من الجهة اليمنى التوزيعة يرفع الكرة يوزعها في منطقة تفتن الصغير وكذا ملثاوي ياخذ الكرة يحضر إلى الجهة اليمنى التوزيع يحاول يسدد لكن متفتن امام هجوم النجم الرياضي الساحلي فما تحركات قاعد اخرى في العمق لفراس شوات والميدان كذلك الموسم الفارط زعلوني يرجع له الدقدوق والإشارة أنه الضوي كريستو ثم ريان عنان أيمن الغدامسي يعادل الكرة الافريقي وبرشا تجارب في فرنسا بالاهداف الى حد الان. كره مباشره عاد من جديد للكره الاخيره واعتبار وضعيه تسلل. كريستو محمد الثاوي يحضر الى مخلص شوشان ممتاز لمسه في 18 اختيار تسديده ارضيه وكره ممتاز حارس المرمى في مره اولى ثم تبقى كره الى شوشان في منطقه 18 ولا التحذير رجعت من حارس المرمى في مره اولى ممتاز اليافرني نفس فريق النجم التدخل وموسى سنغور لصالح النجم الرياضي اخطر فرصه مع انطلاق الشوط الثاني ومناطق الجزاء. نشوفوا هوني تجاوز الغيث اليفرني اللي معروف بكريستو والقادم من الاهلي والنادي الرياضي صفاقسي والحارس لزملاء ناجح الفرجاني متواصل من جانب النجم الذي الساحلي لصالح النجم وكرة ومخالفة في الملعب الأولمبي بسوسة إلى حد الآن. الكرة ولا الركنية الأخيرة ولا حرس المرمى بعد دفاع كرة للفريق الإفريقي ما توصلش إلى كرة وهذه كرة الإفريقي من الجهة اليمنى محاولة غيث الصغير يوزع القائم الثاني هذه كرة بالراس مع بلال آيت مالك اختيار كرة لفريق النادي الإفريقي والهدف الأول لفريق النادي الإفريقي في الملعب الأولمبي
بسوسة انطلقت من الجهة اليسرى افريقي، وكرة كانت على سريعة من الرواق الايس على مستوى الجهة اليسرى توصل الى بلال آية مالك. هالة ضغط من فراس شوات ونيران، والكرة كانت في الشباك وكانت التصويبة في تفاتي هدف التعادل لتشكيلة المدرب وتحقيق التعادل بلال آيت مالك. والكرة باش ترجع هذا الموسم بأسماء جديدة للفريقين، ورفع راية الهجمة للنجم من الجهة اليمنى والحكم ياخذ مكانه في التشكيلة، وكذلك محمد كانتي باش يكون كخيار في 1-0 للافريقي امام النجم. قلب برشا المعطيات من جانب المعنويات في فريق النادي لقلب الهجوم في راس شوات، والافريقي دائما في الهجوم وبلاد وضعيات والمحاولات ومن جديد للمحاولة رغم أن جانب حسام توزيعة مباشرة ترجع من حمزة يوسف وفرصة لفادي بن شوق وفرصة مع تواجد علي يوسف وكذلك حمزة بن عبدة وتفادي العواني ثم الإرشاس غيث اليفرني. المحاولة والمتابعة ركنية للنجم، كرة على مستوى القائم من الرواق الأيمن إلى التوزيع القائم الثاني وحارس المرمى يسعى وجد الأصدقاء أكدك الملخص ديال مباراة اليوم في الكلاسيكو بين فريق النادي الأفريقي ضد فريق النجم الساحلي. الجولة الثانية مباراة كانت شيقة، مباراة كانت ممتعة، أداء لا بأس به بين الفريقين. كنعرفوا فريق النادي الأفريقي فاز في المباراة الأولى أمام فريق مستقبل المرسى ب1-0. مباراة اليوم كانت أيضا رائعة رغم بعض اللاعبين صراحة ما قدموش المستوى المطلوب منهم. نتمنوا يتحسنوا في المباريات القادمة. الأصدقاء ديالي، كيف جاكم الملخص؟ كيف جاكم الأداء ديال فريق النادي الأفريقي وأيضا فريق الاتحاد المونستيري، وشكون كان يستحق الفوز في هذه المباراة بين الفريقين؟ أصدقاء ديالي، ما تنساوش واحد لايك الفيديو واشتركوا معنا في القناة وأيضا بارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصلهم الملخص إن شاء الله. وان شاء الله نلتقوا معكم ان شاء الله في ملخصات قادمه سواء النادي الافريقي او فريق الاتحاد المونستيري في قادم المباريات. الاصدقاء نتلاقوا معكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.